وعلاش رانا دايرين بالنا باللي الشر كثر من الخير، والخير راهو كثر من الشر. واش بيكم؟ حنا رانا فقط عندنا اسلوب يتميز به الشعب تاعنا، يتميز به، وهو فقط اظهار السلبيه. اللي يحب دوك يدير محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي يجيب السلبيه، السلبيه طلع له المشاهدات، واما الايجابيه ما طلعلوش. علاش دائما نحبوا نوروا السلبيه؟ لاننا عندنا النفسيه نتاعنا احنا سلبيه، نحبوا هكذا ننظروا دائما الامور سلبيه، دائما نشوفوا النص تاع الكاس الفارغ، ما نشوفوش المعمر. ما نقولوش باللي الحمد لله الحومه هذه فيها قريب 25 واحد حافظ قران، والحومه هذه الله يبارك فيها شحال من الناس الصالحين. العماره هذيك تشوف فيها 10 سكان، كاينه 5 ولا 6 ولا 8 من الناس تقريبا كامل تشوفهم صلاه الصبح خارجين منها رايحين يصلوا، والمصلين هنا في الحي كثر من اللي ما يصليش. هذه ثاني نظره مليحه. وكاين الناس بزاف هنا قاريين اكثر من اللي ماشي قاري. هذاك اللي ماشي قاري والسوفاج وهذاك اللي خارج وكذا والبطال واللي راك خايف منه في الحومه، هذوك تشوفهم تحسبهم في كل حومه تحسبهم، وتقول هاي لك شحال هنا كاين باينين، هذا فلان 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 باينين، والباقي كامل وراهم ناس ملاح. الباقي على الاقل ما ماشي دايرين الشر. علاش حنا رانا معظمين دائما الشر باللي كاين؟ علاش دايرين بالنا باللي كاين معظم الناس فيهم شر، وفي حين اننا معظم الناس فيهم الخير. وخاصه هذه الامه الجزائريه امه خير في ارض مباركه، والشباب الان راهم في دين الله افواجا يدخلون، راهم يرجعون بكثره والحمد لله، كلهم يرجعوا الى الله عز وجل تائبا. تقول كلمه تروح تعاود تقول يقول لك والله تبت الحمد لله، كلمه واحده يتوب منها. تخيل اننا كلنا نتكاتف، وكلنا نعمل على الخير، وكلنا نتضامن. لا يوجد وقت نحن بحاجه الى تكاتف الجهود مثل هذا الوقت، لان الامه تغرق هابطه لتحت، هابطه. ما دامت الامه تغرق والناس من اعداء الله يريدون اغراقها. احنا في الجزائر على مدار الحدود، من مداخل الحدود جو اعداء الله لعنهم الله، بنوا مصانع ومستودعات للحبوب المهلوسه في الحدود الجزائريه، خاصه ببعث هذه الاشياء ودكها في اوساط المجتمع الجزائري. يعني كاين الناس تريد اغراقنا. لماذا؟ لانهم علموا ان هذه الامه تحب السنه، تحب التوحيد، تحب الدين. مهما كان تروح انسان خمار دركا تهبط ليه في الخمر، تسب قدامه ربي ولا ابو بكر ولا عمر ولا النبي عليه الصلاه والسلام، ينوض يقتلك عادي، وهو سكنان لانه عنده غير على الدين، يحب الدين. وتلقى احيانا امراه تشوفها انت متبرجه وتسوق في السياره ولا تمشي ولا في الحافله، وتقول هذه ربما ما تعرفش ربي كامل، ويجي تشوف قدامها واحد فقير ربما دمعتها تهبط وتصدق في سبيل الله. فيها الخير، موجود الخير فيها، الناس راهي فيهم الخير. احنا فقط اللي رانا نتصوروا الشر موجود ودرنا كتفنا يدينا وقعدنا نستناو. كل واحد، ما تقولش انا مانيش قاري وانا خاطيني وهذه الناس، كاين ناس معينين. كل واحد فينا راه مسؤول امام الله تبارك وتعالى. الامر بالمعروف النهي عن المنكر من انجع عوامل اصلاح المجتمعات والافراد، من احسن ما يجب علينا ان ننتبه اليه